بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جايبه لكم النهارده وصفه خبز رائع، خبز لو كارب كيتو كاراتاي، مناسب لجميع انواع الدايت، بدون اي نوع دقيق، بدون اي نوع مكسرات، اقتصادي جدا وسهل جدا. وزي ما انت شايفه كده خبز بيتفتح، ممكن تعمل سندوتشات. الطعم بقى ما اقولكيش، يعني اقرب ما يكون للخبز البلدي، العيش البلدي اللي احنا تعودنا عليه ده. هتحسي ان انتي ما تحرمتيش منه، يعني ده بيعوض غياب الخبز في الكيتو وفي الانظمه المختلفه. المكون اللي معانا النهارده هو الترمس. نشوف القيم الغذائيه بتاعه الترمس. الترمس هو مناسب جدا للكيتو. في نسبه الكربوهيدرات الاجماليه 40 جرام في كل 100 جرام، طبعا نسبة كبيرة، لكن لو بصينا للدياتري فايبر أو الألياف الغذائية حوالي 19 جرام. يعني لو خصمناهم من الكربوهيدرات الإجمالية هيطلع 21 نت كارب أو صافي الكربوهيدرات 21. نقسمها على 4 ترغيفة، تقريبا طلعت الكمية 4 ترغيفة، هيطلع في الرغيف الواحد حوالي 5 جرام كارب. يعني ما تعتبرش نسبة عالية، عشان كده هو مناسب للكيتو، غني جدا بالبروتين وفيتامينات وأملاح معدنية. الترمس، هتشتري الترمس من عند العطار، كيلو مش فاكرة بكام، 20 بحاجة، 20 24 23 حاجة زي كده. بتجيب الترمس الحلو، ما تجيبيش الترمس المر. تسليه وبتنقعيه طول الليل، وبعدين تسلقيه، تصفيه كويس من المية بتاعته. هناخد كوباية ترمس، عليها كوباية مية مغلية، رشة ملح، معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وممكن اي منكهات. انا حطيت ينسون مطحون، ممكن ما تحطيش خالص، يعني انا جربته بدون اي منكهات، الطعم كان رائع ومفيش اي ريحة ولا طعم للترمس. هتطحنيه في الخلاط، تلاقيه بدأ يتقل معاكي حاجة بحاجة بالتدريج كده، تطحنيه لحد ما يبقى عامل زي البيوريه كده، زي ما انت شايفه كده. شوفي قوامه، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنبدأ نشتغل فيه، نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنحطه في بولة، طبعا هو دلوقتي لا ينفع يتعجن ولا يتفرد ولا يبقى خبز. هنضيف له حاجة اسمها قشور السيليوم. قشور السيليوم ديت هتديله القوام بتاع الخبز، وهتقل العجينة، تحولها العجينة. اللي انت شفتيه ده براند مشهور ومعروف، انا كنت شارياه في الاول. دي حوالي 125 جرام، يعني 8 كيلو. سعرها زي ما انت شايفة كده، جايباها اونلاين 150 جنيه. بعدها لقيته عند العطار جنبي نفس الكمية ب50 جنيه، يعني شوفي من 150 ل50، تلت التمن تقريبا يعني. فحاولي تدوري عليه عند العطار، ان شاء الله هتلاقيه. قشور السيليوم جاهزة كده، يعني مش هتجيبي بقى قطونة وتطحنيها وكده، لا هي عنده جاهزة. هنحط معلقة كبيرة هرمية، معلقة زي المليانة على الآخر، يعني اعتبريها أكتر من معلقة، معلقة وربع أو معلقة ونص، ونقلبها. طبعا معلقة كبيرة، بنقلبها كويس. كل ما تقلبي هتبصي تلاقي العجينة تقلت معاكي. ومع ذلك أنا مش هشتغل فيها، أنا هغطيها واركنها. كل ما تركنيها كل ما السيليوم هيمتص السوائل تتقل معاكي العجينة وتقدري تشكليها. انا سبته حوالي نص ساعة تقريبا، ممكن تسيبيه من ربع لنص ساعة، وبعد كده تشتغلي فيه. نشوف كده، تقدري كده دلوقتي وقت تقدري تمسكيها، هي عجينة لينة طرية، لكن تقدري تشكليها. هنشوف نشكلها ازاي. هتعملي يعني الحجم اللي انت عايزاه، وعلى كيس بلاستيك هتدهني العجينة، وهتدهني ايدك، وهتدهني الكيس بالزيت، دهنة خفيفة خالص، وتحطي طبقة كيس تانية فوق العجينة، وتفرديها بايدك عادي، مش محتاجة حتى لا نشابة ولا اي حاجة. السمك بقى زي ما انت عايزة، لو انت عايزاه فيه لبابة بتعمليه، يعني يبقى فيه سمك، مش رفيع، ما تبقاش رفيع. لو انت عايزاه ما فيش فيه لبابه بتفرديه رفيع زي ما انت شايفه كده. يعني جربي ده وده وشوفي اللي هيعجبك. بعد كده هتاخديها، تحاولي تطلعيها براها كده من الكيس، وتاخديها على الطاسه، على البوتاجاز، تكون الطاسه يعني سخنه، وتهدي النار خالص، وتحطيها براحه بحرص كده.
ما تحاوليش تحركيه في المرحلة دي لانه هيبقى طري وهيتلخبط منك خالص. ممكن يقعد يعني لحد دقيقتين، يعني حاولي كده جربي كده بالراحة لحد ما تلاقيه بدأ يتحرك وسهل ان تحركيه وتعتقيه من الطاسة برفق خالص. تبدأي تقلبيه. المرحلة دي ممكن تاخد معاكي يعني لحد دقيقتين، ما تصبري، عشان كده بقولك النار تبقى هادية خالص علشان ما يتلسعش. كده احنا قلبناه. طبعا انا بقطع او بسرع الفيديو شوية. هتقلبي كل شوية، تقلبي من الجنب للتاني، وبعدين انت عشان ينتفخ معاكي حاولي ان انت تعملي ضغطات كده بالمعلقة بتاعتك او بالسباتشولا بتاعتك. الضغطات دي هتخليه ان شاء الله يرتفع معاكي. تقلبي وتضغطي. انا مسرعة بس الفيديو شوية. بدأ يرتفع معانا اهو. هتبقى بقى طبطبة كده، طبطبة خفيفة كده بتساعد على انه يرتفع. هيرتفع على الاخر، وهو لما يقب ويرتفع معاكي كده اعرفي ان هو استوى وكده يبقى ناجح. هي عايزة منك محاولات لحد ما توصلي انه يعني يبقى منتفخ ومرتفع كده. ما شاء الله، منظر بصراحة شهي جدا ومنظر جميل وبشر بالخير. بعد كده هننقله لما يستوي. هياخد كله تقريبا حوالي 4-5 دقايق عشان الرغيف يستوي. هتلاقيه هبط تاني، ما تقلقيش لانه برضو خلاص هو بقى طبقتين تقدري تفتحيه، لكن عايزاه يفضل قابب ومرتفع كده. دخليه الميكرويف حوالي دقيقة. بصي هيفضل مرتفع زي ما انت شايفاه وفي نفس الوقت طري. لو انت عايزة بقى حمصان كده وبيقرمش محمص، زودي كمان دقيقة او اكتر ما يوصل لانه يبقى حامص زي ما انت عايزاه. نفتح كده رغيف، شوفي كده ما شاء الله، شوفي من جوه حتى ما فيش فيه الرطوبة اللي بتاعت السيليوم، ولا يعني زي اي عيش بلدي احنا شفناه اكلناه قبل كده. ده اللي هو يعتبر احنا فردناه رفيع، ده اللي احنا فردناه سميك شوية. هتفتحيه من قلبه هتلاقي فيه لبابة، لكن اخد وقته في السويه كويس ودخل الميكروويف، فعشان كده من جواه مفيش الرطوبة بتاعت السيليوم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. انا الوصفة دي مش انا بس اللي عملتها، تعمل قنوات تانية بس معرفش بصراحة اول قناة عملتها ايه، لكن حبيت ان انا انقلها لكم واريكم ازاي تنجح معاكم. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك، ولو اول مرة تشرفوني يسعدني اشتراككم في القناة. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.